كتير بنسمع كلمة ديجيتال ترانسفورميشن، بس كتير مننا لسه مش فاهم معناها صح. في ناس فاكراها ان هي مجرد شغل على الكمبيوتر، او اننا نجيب برنامج حسابات او برنامج اي ار بي في الشركة، او اننا نرفع الداتا بتاعتنا على الكلاود. لكن في الحقيقة هو تغيير شامل وجذري في طريقة عمل الشركة باستخدام التكنولوجيا. ببساطة تخيل كده إن شركتك هي عبارة عن عربية موديل قديم. التحول الرقمي هو إنك تحولها لعربية جديدة فيها كل الإمكانيات الحديثة. هل لو ركبت موتور جديد وسبت الشكل الخارجي بره، هل كده أنت عملت التطور اللي أنت عاوز تعمله؟ الإجابة لأ، ده أنت لازم تغير كل حاجة، من الشكل الخارجي لطريقة التحكم وحتى الأنظمة الداخلية. كل ده عشان تواكب العصر وتفضل في المنافسة. ليه الديجيتال ترانسفورميشن مهم كده؟ الدنيا بتتغير حوالينا بسرعة جدا، ومبقاش ينفع نفضل زي ما احنا. المنافسة بقت قوية والعملاء بقوا عاوزين كل حاجة بسرعة وسهولة. لو شركتك مش ماشية مع التطور ده، هتلاقي نفسك بتتخلف ورا وممكن تختفي من السوق خالص بعد فترة. في دراسة عملتها شركة جارتنر سنة 2024 وبتقول فيه إنها بتتوقع إن العالم يصرف حوالي 5.2 تريليون دولار في تكنولوجيا المعلومات سنة 2024. لو خدنا بالنا من الجدول اللي قدامنا، هنلاقي إن على سبيل المثال إن الداتا سنتر زادت في الإنفاق بنسبة حوالي 24%. وده طبعا بسبب الاي اي، لان طبعا الاي اي والماشين ليرنينج بيحتاجوا داتا سنتر ضخمه جدا. شركه اي دي سي، وهي شركه عالميه متخصصه في ابحاث السوق التكنولوجيه، عملت دراسه سنه 2023 بتتوقع زياده سنويه في حجم الانفاق العالمي في التكنولوجيا حوالي 16%، وان العالم كله هيصرف حوالي 3.9 تريليون دولار على التحول الرقمي في سنه 2027. الارقام دي مهوله جدا جدا وتبين لنا مدى اهميه التحول الرقمي. طيب خلينا نتكلم على ايه فايده التحول الرقمي. التحول الرقمي ده مفتاح النجاح في العصر الحالي. أول نقطة، بيعمل increasing الefficiency وبرودكتيفيتي. تخيل لو كل العمليات في شركتك ماشية بسلاسة، مفيش ورق ولا عمليات يدوية، كل حاجة أونلاين مرتبة ومنظمة. هي دي الكفاءة اللي هتوفر لك وقت وجهد ومصاريف وتخليك دايما في الصدارة. في تقرير عملته شركة ماكنزي بتقول إن الشركات اللي تبنت التحول الرقمي شهدت زيادة في إنتاجية بتصل لحوالي من 20 إلى 30% بفضل تحسين العمليات وتقليل الحاجة للعمل الورقي. تاني نقطة، attract new customers. لما خدماتك تكون متاحة أونلاين وبطريقة سهلة وسريعة، عملائك هيحبوا التجربة دي وهينصحوا بيها غيرهم. ده معناه إن هيبقى في قاعدة عملاء أوسع وفرص أكبر للنمو وزيادة الأرباح. في دراسة عملتها سيلز فورس بتقول إن 67% من العملاء بيفضلوا التعامل مع الشركات اللي بتقدم تجربة رقمية ممتازة، مما يزيد من فرص جذب عملاء جدد. النقطة اللي بعدها ريديوس كوست. الاعتماد على التكنولوجي بطبيعة الحال بيقلل الحاجة للشغل اليدوي، وده معناه توفير كبير في المصروفات التشغيلية. هيبقى عندك فلوس تستثمرها في تطوير شركتك وتوسيع أعمالك. في تقرير من شركة جارتنر بتقول إن التحول الرقمي ممكن يقلل التكاليف التشغيلية بنسبة 30% من خلال تحسين الكفاءة وتقليل الحاجة للعمل اليدوي. النقطة اللي بعدها adapting to changes. السوق متقلب جدا وممكن يحصل أي حاجة في أي وقت. التحول الرقمي بيديك المرونة اللي تخليك تتأقلم مع أي تغيير بسرعة، وده هيخليك دايما في المقدمة ومستعد لأي تحديات أو منافسات جديدة. من دراسة عملتها شركة ديلويت بتقول إن الشركات اللي بتتبنى التحول الرقمي بتكون أكثر قدرة على التكيف في تغييرات السوق بنسبة 70%، وده بيمنحها ميزة تنافسية كبيرة. في دراسة تانية من شركة جارتنر بتقول إن 89% من أعضاء مجالس الإدارة بيقولوا إن التحول الرقمي جزء لا يتجزأ من استراتيجيات من نمو الأعمال. وكمان التقرير بيقول إن 35% من أعضاء مجالس الإدارات حققوا أو هم في طريقهم لتحقيق أهداف التحول الرقمي.